السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناة اكتشف مع محمد، ويلا بينا نبدأ بقى فيديو جديد. اكيد شفت الاماكن دي قبل كده، صورت جنبها او عديت عليها او حتى سمعت عنها، لكن سألت نفسك مين بناها او اتبنت ليه؟ النهارده بقى هقول لك على 5 اماكن مشهورة جدا في مصر، بس للاسف في ناس كتير ما تعرفش تاريخها الحقيقي ابدا. جاهز؟ يلا بينا نبدأ رحلة. اول حاجة عندنا قلعة صلاح الدين الايوبي. القلعة ديت فوق جبل المقطم، واللي بنشوفها من بعيد، لكن ما تعرفش إنها اتبنت في القرن ال 12 عشان تحمي مصر من الحملات الصليبية. جواها قصور وسجون ومساجد، وكانت مقر الحكم في مصر لأكثر من 700 سنة، وجدرانها شافت أحداث دموية ومؤامرات وانقلابات تاريخية. يعني مش مجرد مكان قديم، دي كانت مركز القوة والسيطرة في مصر. رقم 2، تمثال أبو الهول. كلنا عارفين أبو الهول والكل بيتصور معاه، بس المفاجأة هنا لحد النهارده مفيش أي عالم يقدر يقول بالتأكيد مين اللي بناه. بعض النظريات بتقول إنه أقدم من الأهرامات نفسها، وفي كلام عن ممرات ومقابر مخفية تحت رجله الشمال، وفي بعض الباحثين اللي بيقولوا إن ممكن يكون في غرف أو ممرات مخفية تحت رجل أبو الهول خصوصا من الناحية الشمال، لكن لحد دلوقتي مفيش أي دليل رسمي أو اكتشاف واضح يأكد الكلام ده، وده اللي بيخلي التمثال ده واحد من أكبر الأغراض الأثرية في العالم كله. التمثال ده بس مش مجرد أثر، ده لغز حي واقف قدام الزمن. رقم 3، جامع محمد علي. جامع محمد علي تحفة معمارية ضخمة جدا، واحد من أجمل وأحسن مساجد في مصر كلها، لكن الحقيقة اللي ما يعرفهاش كتير مننا، محمد علي باشا بناه تخليدا لابنه طوسون اللي مات صغير وكان حزين عليه جدا. كمان المسجد اتبنى على التراث العثماني وبيشبه جامع آيا صوفيا اللي موجود في اسطنبول، يعني الموضوع دوت شبه رسالة حب في شكل مسجد. رقم 4، برج القاهرة. البرج ده علامة مميزة جدا في القاهرة، بس عمره ما كان مجرد مبنى. اللي بنى البرج ده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واتبنى بأموال كانت لأمريكا اللي كانت مديها لمصر عشان موقفها المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي. لكن عبد الناصر خد الفلوس ديت وبنى بيها البرج ده كرمز للتحدي. يعني البرج ده في الأصل صفعة دبلوماسية كبيرة جدا. رقم 5، كوبري قصر النيل في القاهرة. أول كوبري حديدي في مصر، لكن ما تعرفش إنه اتصنع في فرنسا وانتقل من هناك لحد القاهرة حتة حتة، وكانت الناس زمان بتسافر مخصوص عشان تمشي عليه. تماثيل الأسود اللي موجودة عليه دي رمز للقوة، وكانوا بيقولوا اللي يعدي من الكوبري لازم يشوف الأسد. وفي النهاية الأماكن دي بنشوفها كل يوم، بس عمرنا ما فكرنا في حكايتها. لو عايز تعرف أكتر عن تاريخ مصر الحقيقي ورا الكواليس اكتبلي في الكومنتات، وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى في حكايات تانية أقوى وأغرب.